جبتي قرنبيط قبل كده؟ طب جبتيه السنة دي ولا لسه ما جبتهوش؟ يلا هاتي قرنبيطة حلوة متوسطة كده معايا وتعالي نعملها. القرنبيطة دي أنا قطعتها وغسلتها كويس وسلقتها بس نص سوا، مش سوا كامل، سوا إلا تلت كده، وابتديت أقطعها. قطعيها زي ما انت عايزة، صغير كبير بتاعتك انت، بس كل ما كانت متوسطة كده حلو. قطعت راس توم، طبعا الكبة دي أنا كنت فرمة فيها توم، خليت حوالي راس صغيرة وكوباية من الخضرة، نصها شبت وربع بقدونس وكزبرة وقرن فلفل سبايسي. هحط عليهم كوبايتين مية واحط عليهم كوبايتين دقيق مليانين، ماشي؟ كوبايتين ميه عليهم كوبايتين دقيق، دي الخلطه بتاعت القرنبيط. احط عليهم معلقه خل ومعلقه صغيره بيكنج باودر، مش هكتر، نص معلقه، لو المعلقه كبيره الصغيره بتاعتك حطي نص معلقه. وهضرب الحاجات دي، انا مقطعه الخضره يعني تقطيعات صغيره عشان لما تتضرب ما تبقاش معايا العروق باينه. ومعلقتين كبار نشا، دي اللي هتديها القرمشه ومش هتخليها تشرب معاكي زيت. تمام. تعالي بقى اقولك التوابل وركزي. كزبره ناشفه ودي مهمه جدا، ملح فلفل كمون، وبهارات، اي بهارات انتي، مرقه اللي احنا عاملينها على الصفحه، اي بهارات انتي بتحبيها تديها طعم. بس اهم حاجه الكزبره الناشفه بتوديها في حته تانية خالص. رشه يعني شويه على طرف المعلقه، ربع معلقه فلفل اسمر وكمون عشان الكرنب والقرنبيط والغسيل. تمام. وربع على طرف المعلقه سكر، دي هحطه بعدين عشان ايه، هديها ضربة كده ونشوف القوام. لقيناه سايل هحط معلقة دقيق كمان، لقيته خفيف كده هحط معلقة نصه، لقيته سايل هحط معلقة دقيق كمان عشان تمسكه. هي لا بتبقى تقيلة ولا بتبقى زي قوام العجينة بتاعت الكيك، خليط الكيك كده. تمام كده. هبتدي احط معلقة دقيق كده او معلقه ونص واضربهم على حسب القوام معاكي. هضربها كمان ضربه واحط ايه، معلقه نشا، معلقتين نشا انا حطيتهم، هحط معلقتين دقيق او معلقه نشا ومعلقه دقيق. النشا هيديها لك، هيخليها لك كريسبي من بره وطريه من جوه. وربع معلقه سكر اللي قلت لكم عليها انا نسيتها واحطها لما اجي اشوف الخضر. هديهم ضربه واهو هلاقي القوام معايا بقى كويس جدا. ظبطي ملحك. طبعا القرنبيط لما جيت اسلقه ما حطيتش لا ملح ولا سكر، انت عايزه تحطي ملح وسكر تمام، ما حطيته في ميه سخنه بس، ما عملتش اي حاجه. بصي القوام ده هو ده اللي احنا عايزينه. الخضره اتقطعت كويس جدا، قرن فلفل سبايسي ده اختياري، تقدري تحطيه، ولو مش عايزاها تبقى فيها سنه شطه كده ما تحطيش، تقدري تستبدليه بربع معلقه شطه وربع معلقه بابريكا. هنا احط نص معلقه صغيره كركم، وعلى طرف المعلقه لون العصفر اللي بنحطه للرز عشان يدي لون الاصفر. مش هنعمله بيض ايه اللي بتعملي بيه القرنبيط، احنا مش هنعمله، احنا ناس عندنا برد وعيانين مش هنحطه، وكمان اقتصاديه، انت هتعملي الخلطه دي وكمان اقتصاديه، مش هتحطي بيض. هتحطي التوم، اهم حاجه التوم، الله اكبر الله اعظم، وتحطي الكركم لو عندك، ممكن تكتفي بالكركم بس لو ما عندكيش لون العصفر بتاع الرز البسمتي. تمام كده. وهتشوفي بقى الخليط ده هيبقى طعمه حكايه. اهم حاجه راس توم صغيره كده بس تضربيها كويس. عايزه تضربي الخليط ده بس من غير الخضره في الخلاط، لو ما عندكيش كبه تقدري تضربيه وتحطي الخضره عليه. هبتدي بقى اسقط كل واحده وانزلها زيت معايا سخن. هقطع التقطيعات اللي انا عايزاها، تقطيع صغير تقطيع متوسط اهي. بس اهم حاجه وانتي بتسلقيها ما تسيبهاش تستوي سوا كامل معاكي. هنا هاخد العروق دي هقطعها واقطع، الله اكبر الله اعظم. قطعي التقطيعات اللي انت عايزاها. وزي ما قلت لك، بيض ايه اللي انت تحطيه على القرنبيط، كفايه الزيت، بيض ايه كفايه تغرمي زيت، مش هنغرم كمان بيض. فما بنحطش بيض خالص. المطاعم ما بتحطش بيض، هي خلطة وعجينة زي كده، مش بتحط بيض. و
اهي هتفضلي بقى شوفي قوام الخليط بتاعي ازاي. هتاخديها بقى بالمعلقه او بالشوكه واحده واحده وهتحطي في الزيت اهي. حطي بقى في الزيت هنا، تقلي في طاسه، تقلي في صينيه. انا عشان الدنيا ما تطرطش بعمل في حله زي كده. بقدم محتوى سهل وبسيط، اتمنى تشجعوني. بصي بقى القرمشه ومستوي وخطير. بصي جميل. النشا اللي احنا حطيناها لها ما بتخليهوش يشرب زيت خالص، وبتخليه كريسبي من بره وهفتحهولك من جوه خطير. طبعا انا عملت كميه صغيره على قد بس ما اوريكم، لكن انا هعمل بقيه الكميه وهقول لك برده في فيديو تاني عشان ما اطولش عليكي. اذا بات القرنبيط مسلوق تعملي فيه ايه، لو جه كتير عليكي تعملي فيه ايه. عندك مايونيز بقى على السندوتش ده حطي، عندك طحينه حطي، هيبقى سندوتش في منتهى الجمال. بصي الجمال. لو وصلتي معايا لحد هنا يا قمر ما تنسينيش لايك، متابعه، اشتراك، شيري على قد ما تقدري. بصي الكريسبي، بصي القرمشه، صوت القرمشه. ما حطيناش بيض وطلع خطير وجميل. لما بتحطي بيض بتديها بتبقى طريه جامد وبتنفش، بس بتبقى طريه. بصي من جوه السوا معقول. اتمنى يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم وتشجعوني لايك ومتابعه.